انما بالنسبه للزمالك في موضوع بسيط. من يومين شفنا دبوا وهو بيهزم جوشوا. وهو بيهزم مين؟ جوشوا. كانت كل التوقعات ان جوشوا هيكسب، ولكن دبوا كسب جوشوا في الجوله الخامسه وقعوا يجي 10 12 مره. فمش دايما يعني هل يا جماعه وارد انه في 10 15 سنه كل التوقعات ان الاهلي يكسب الزمالك تمشي صح؟ يعني اكيد بتفلت، وفلتت من سنه سنتين، يعني بيحصل. انما ايه، كل ما تقابل حد يقول لك استعدوا بقى. نستعد ليه؟ ان شاء الله في الرياض بعد كام يوم الزمالك يكسب. ليه الزمالك ما يكسبش؟ ايه الفكره يعني ايه الاحساس الالزامي، الاحساس الجبري، الاحساس الغريب بتاع اصل هو ان شاء الله موسم الرياض مباراة اهلي وزمالك الزمالك يكسب. على فكرة اخر مباراة انا كنت موجود فيها في جنوب افريقيا، انا كنت في الملعب. انا كنت فين؟ في الملعب. اللي هيشوف الفيديو بتاع المباراة دي هيشوفني وانا واقف في الملعب وماسك الشمسية بتاعت الزمالك، ولما جه الكابتن ايمن منصور راح رازع الكرة في شوبير او الزميل شوبير يعني دريب. انا فاكر انا وانا رايح، يعني ما حدش كان يعرفني قوي، فركبت في طيارة النادي الاهلي فقعدت جنب كابتن شوبير، فقلت له بس انا عايز اقول لك سر يا كابتن. قال لي ايه؟ قلت له انا زملكاوي وبتاع مش عارف ايه. قال لي لا انتوا هتتغلبوا عادي زي كل مره. واحنا راجعين بقى ما كانش كابتن شوبير حبيبني قوي، يعني ما كانش، كان كابتن الجوهري هو المدرب. ودريب، ايه المانع ان الدريب يتكرر؟ ايه المانع ان الدريب يحصل؟ ايه المانع ان الدريب يسمع في الرياض كلها ويوصل لغايه مصر؟ دريب. اللهم اعطنا دربا، درب واحد. احنا مش عايزين نكسب كتير، انما ايه فكره اصله لازم يعني وكل واحد بقى يقول لي وهي وعايزين تتغلبوا كام؟ جاهزين بقى عشان تتغلبوا؟ ما انتوا اتغلبتوا السنه اللي فاتت في الرياض برضه. طب في ايه يعني؟ ان شاء الله اكون هناك واساند فريقي نادي الزمالك ونقف ورا النادي، وهيبقى يوم جامد ان شاء الله. اكون في الاستاد ويحصل الدريب يبقى جامد جدا. عد تنازلي زي ما بقول لحضراتكم لمباراة السوبر القادمة.